في سر خطير عن الجواز الناس كلها عارفاه بس محدش بيتكلم عنه. أول سر، الحقيقة اللي كتير من الناس بتكتشفها بعد الجواز إن الحب لوحده مش كفاية. ناس كتير بتتجوز وهي فاكرة إن طالما في حب يبقى كل حاجة هتعدي، لكن بعد فترة بيكتشفوا إن الجواز مش بس حب، الجواز مسؤولية وتحمل وصبر، لأن المشاعر ممكن تتغير مع الوقت، لكن اللي بيخلي العلاقة تكمل بجد هو الاحترام والتفاهم. تاني سر محدش بيحب يعترف بيه، إن الجواز بيكشف حقيقة الشخص اللي قدامك. الشخص اللي كان باين لطيف ورقيق قبل الجواز ممكن بعد الجواز يبان بشكل مختلف، مش لأنه اتغير فجأة، لأن الحياة الحقيقية بدأت وهو مش هيقدر يمثل كتير. ثالث سر وأخطر سر في الجواز إن مفيش حد كامل. الجواز الناجح مش بين شخصين مثاليين، الجواز الناجح بين شخصين عارفين يتعاملوا مع عيوب بعض، لأن كل واحد فينا عنده عيوب، لكن الفرق الحقيقي إنك تعرف تتفاهم مع عيوب الشخص اللي قدامك. الخلاصة، علشان كده ناس كتير بتقول الجواز مش بس حب، الجواز اختيار صح للشخص الصح. السؤال بقى ليك، هل شايف إن الحب لوحده كفاية علشان الجواز ينجح؟ هستنى ردكم في التعليقات.